The winner match is blue from Yemen. من ضوعيدي رددي يا الدنيا نسيني رددي يا الدنيا نسيني وحدتي وحدتي يا نسيم ما يعني الله نفسي أنت عادل عالق في كل منه رايتي رايتي يا نسيم شمسي اخلدي خفيقة في كل قمة أمتي أمتي لا سيا مصار نفسي واسقيني يا أكرام أمة I didn't say anything.
خلي قلبك واحد اثنين هو. ما شاء الله. خير ما شاء الله. تعال تعال. كابتن ميثاق حياك الله. ما لك هكذا كأنك داخل على بطولة وبتتفرج خصم داخل عليه. لا على فكرة محمد حسين مالش في المصارعة. حياك الله كابتن ميثاق. الله يحييك. وعرفنا أكثر على ميثاق العكبي، من هو، كيف لما بدأ دخل المصارعة هذا، والبطولات اللي كنت أنت فيها، أو ربما كنت مشارك في أكثر من رياضة، في الجمباز، في الجودو، كاراتيه، تايكوندو. ما شاء الله ما شاء الله. طيب الآن في المصارعة فقط، بطل الجمهورية في المصارعة، بطل العرب، بطل آسيا، وبطل غرب آسيا. ما شاء الله ما شاء الله. طيب خلينا نبدأ بداية ميثاق، كيف لو ما بدأت ودخلت هذا المجال الرياضي ومن متى؟ أنا كنت لاعب جمباز وجودو، في نفس الوقت لاعب منتخب، وكنت بالجودو أجي أول، يظلموني ما يخلوني ألعب. شافني العراقي الكابتن نعمان ثابت الله يفتح عليه، شافني وأنا ألعب قال لي بابا ما تفيدك الجودو، تعال مصارعة. قلت هذا يضحك علي. صرت ألعب بطولة، جبت أول، هزبت لاعب المنتخب هذا. ثاني مرة ما رحت، رجعت ألعب جودو، صرت أشارك، خسرت، جيت الثالث. بعدين الكابتن صيح فوقي قال لي تعال، أخذني من الجودو دربني، والحمد لله بعد ما دخلت عند الكابتن ثابت ولا خسارة. ما شاء الله. 2008 2009 شاركت في مصر، وبعدين خلاص مصر والأردن سوريا. عجبك الفوز. أيوة. بعدين الكابتن ثابت، يعني بفضل الله وفضل الكابتن ثابت. حلو. طيب اي شيء اللي خلاك ترجع للجودو طالما انك قد دخلت في المصارعه وقد لا. هزمت بطل الجمهوريه ورجعت للجودو علشان تخسر ورجعت المركز الثالث؟ جيت يعني لعبت اول بطوله، يعني قلت هكذا تجرب حظيها. ايوه. ورجع لعبت، الكابتن العراقي شافني قال لي انت في المصارعه افضل من الجودو كذا كذا، والجودو يحارب وكذا كذا، سحبني. والحمد لله بفضل الله وفضل الكابتن وفضل. حلو. طيب دخلت في سيرت الجودو الان خلاص. أيوة. ما عادش كل حاجه سير. كم لك من البقيه الرياضات الاخرى ومتفرغ للمصارعه؟ كم لك؟ يعني الجودو فلتها 2006. الجمباز رجعت ادرب، فلتها، كان يدربني اخي الكابتن عادل عقبي، قدو دكتور في جامعه الصنعاء. وفلتت الجمباز، رجعت خلاص مصارعه، بس زارت حين العب قواسر، اشارك بطولات العاب القوى. ايوه. رفع الاثقال مثلا؟ لا جري. مسافه طويله 1500، مسافه طويله ماراثون. ما هو اللي بدخل ميثاق في اكثر من مجال رياضي او في اكثر من رياضه؟ عندنا في المحويت يعني بشكل عام لاعبين المحويت موهوبين، يلعب جودو، يلعب مصارعه، يلعب تايكوندو، يلعب كل الالعاب تشوف هنا. بس بيقولوا في مثل يقولوا صاحب اللعبتين كذاب. ايوه. هو صاحب المهرتين صح؟ ايوه، لكن احنا نجرب، يقول لك العبها انا بسرين ومستقبلك اللي تجي فيها، وانا الحمد لله كنت انا وافوز في كلهم. ما شاء الله. كم شاركت مشاركات باسم اليمن خارج؟ خيرات، يعني جبت 13 ذهبيه. 13 ذهبيه في غرب اسيا، وفي وثلاث فضه. في غرب اسيا حره وروماني، وخامس في اسيا. حره وروماني، انا ما اقدر ما فاهم معنى حره. يعني الحره تلعب رجل من فوق تشيل، الروماني ما تمسك الرجل من الخصر وما فوق، يعني تلعب بس بيدك بالروماني. طيب طارق، نشوف هذه مثلا، هذه اللي بنشوفها هذه ما هي؟ هذا حره، هذه حره. ايوه. هذه فين يا كابتن؟ هذا في تايلاند. في تايلاند. بطولة آسيا. واخذت البطولة؟ جيت الخامس فيها. حلو جدا. هذه زي اللي بتسميها اللي هي الحرة. الحرة. والروماني؟ الروماني ما بيش فيديو، الروماني ما تمسك الرجل. حتى لو ما ضربت الرجل ما يعني من الخصر وما فوق. طيب المصارعة هي فقط انك تمسك الخصم وتحاول انك تطرحه ارضا؟ تطرحها ارض، تشيل من فوق. طيب ما بتستخدمش يدك رجلك؟ ما تستخدم في الروماني، ما تستخدم، لكن في الحرة تستخدم، تمسك تضرب. ممكن لا ما في لك، ما في لك. أيوة. هذه في الكاراتيه، في التايكوندو. لا هذا التايكوندو. في المصارعة بس تحاول انك تطرحها ارضا. تحاول انك تضربها فوق، تخطفها خطفات، اهم شيء ما تلكمه. ما تمت يدك يعني. ايوه ما تمت. المتة مكلفة. والله فيها إصابات خطيرة. معنا واحد الله يرحمه يونس من الحديدة،
واحد طبق على حركة لو ما جاله شلل ومات في نخاع الشوكي. الله في الحلبة. في الحلبة. وأكثرة اللاعبين زي ما أنا مصاب في ركبتي أها. وفي كتفي، وفي لاعبين ركبتهم كثير من يعني الإصابات متوقعة وكثيرة الحدوث في المباراة هذه يعني في الرياضة، في رياضة لاعب المصارعة. مرات تشوف ركبة ولا كتف. ركبة. الركبة أيوة. رباط صليبي. وكيف يقع بها هذا؟ عملي أيوة مع الحركات لو ما تمسك. ما اللي دخلكم بهذا؟ حرام عليكم. شفت الباشمهندس موسى يقول فكر قبل شوية يدخل معكم في المصارعة، بس الحين مع هذاك ما وصل. لا، في لاعبين في لاعبين يحافظون على نفسهم بالإصابات وهذا. احنا زي ما تقول نستعجل، ننصاب ما نريح، نلعب. حلو. آخر مرة شاركت في بطولة متى؟ 2014. 2014. أيوة. فين؟ في تايلاند وفي لبنان. هذه كانت آخر يعني لا، بعدها في الأردن ولبنان. شاركت. وآخر 2015 في العراق معسكر تدريبي. بطل العرب كم مرات يا ميثاق؟ يعني تقول 4 مرات بطولة عرب. وآسيا 5 مرات وثالث. وغرب آسيا يعني 5 بطولات، ومرة بطولة جيت الثالث فيها. مع الثاني. أيوة. في وآسيا؟ مصر. وغرب آسيا يعني تقول 8. ما شاء الله. 8 ذهبيات و5 في آسيا. وكاس طيب. أفضل لاعب في العرب 3 مرات جيت أفضل لاعب في الوطن هذه العربي. الكؤوس موجودة معنا يحيى وزميل طارق يحاولوا بس انهم يسلطوا الضوء عليها إذا استطاعوا. في معنا الميداليات. أول واحد في مصر. ها. بطولة عرب أول مشاركة لي. الكبير هذا. أيوة. ثاني بالأردن. اللي خلف مراد عرفة. اللي بعده والثالث بالأردن. والثالث في الأردن. وهذا من العراق. وهذا من العراق نفسه من بابل. هذا من مدرسة السليمانية. وهذا من بابل. حلو جدا. وهذا من سوريا. وهذا من إيران. شارك حتى في إيران. لا، جابوا لنا المنتخب الإيراني. لهنا. ما بالله في العراق جاب.